مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم منشيط الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشيط كبريات الصحف المحلية والدولية مع الكاتب الصحفي جاسم الشمري. أهلا بك معنا أستاذ جاسم. حياك الله، يا مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى. نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من جريدة الأنباء، وفيها نقرأ: أمر أميري بتعيين أحمد العبد الله رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الحكومة. نواب: اختيار فريق وزاري قوي ومحاربة الفساد استحقاقات أمام رئيس الحكومة. اقتصاديون: الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين معيشة المواطنين وتطوير التنمية. أكاديميون للأنباء: مسيرة مشرفة من الإنجازات ونأمل اختيار وزراء أكفاء. يعني أستاذ جاسم، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء وتكليفه أيضا بترشيح الحكومة، كيف ترى مهمة الرئيس الجديدة للحكومة وأبرز التحديات كذلك؟ تفضل. نعم، أولا نبارك للشيخ أحمد العبد الله هذه الثقة الغالية من لدن صاحب السمو حفظه الله ورعاه. ثانيا، يعني مهمة الرئيس الجديد حقيقة لن تكون سهلة. في تصوري أن أبرز تحدي ربما يواجهه خلال المرحلة المقبلة خلق حالة من العبور إلى الاستقرار السياسي. الدولة عاشت خلال ال4 سنوات الأخيرة حالة من اللا استقرار. هناك 4 وزراء حكومات كلفوا في ال4 سنوات، هناك 4 مجالس تشريعية انتخبت، هناك كثير من الحكومات تشكلت، أكثر من 8 إلى 9 حكومات. نحن نتحدث هنا عن يعني شغل كل وزير بحدود 6 أشهر في منصبه الوزاري، وبالتالي هو لن ينتج. حالة الاستقرار هذه أنا في تصوري هي أول التحديات التي سيواجهها الرئيس المكلف. لن يعبر إلا باختيار فريق أو طاقم وزاري قادر حقيقة على أن يخلق حالة من التوافق بين نهج القيادة وبين طموحات الأمة. نعم. نعم. ومن جريدة القبس نطالع اليوسف بحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية وما تشهده من تصعيد عسكري. أكد موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وضرورة تكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات. يعني أستاذ جاسم، مباحثات كويتية أمريكية حول التطورات الإقليمية الراهنة التي نشهدها في هذه الأيام، والتأكيد كويتي أيضا على ضرورة تكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات. كيف تقرأ هذه التصريحات برأيك؟ نعم، هنا حقيقة نستذكر أن الكويت اكتوت بنيران التصعيد منذ ثمانينيات القرن الماضي. إبان الحرب العراقية الإيرانية، إبان حرب الناقلات، كانت الكويت المتضرر الأكبر من هذه القضية، وبالتالي هناك إيمان عميق في الكويت بأن النهج الدبلوماسي لتسوية النزاعات هو النهج الأسلم حقيقة لحفظ لحفظ ثروات وموارد شعوب المنطقة. لن يكتوي بنيران التصعيد إلا شعوب المنطقة، ولن تستنزف إلا موارد وثروات هذه المنطقة، ليس أحدا آخر. وبالتالي الكويت مؤمنة حقيقة بأن النهج السياسي والنهج الدبلوماسي لتسوية النزاعات هو الأسلم لحفظ حقيقة لحفظ ثروات وموارد وأمن المنطقة واستقرارها. نعم. نعم.
إلى جريدة النهار فعنوانات النفط اتخاذ الاحتياطات لمواجهة الأوضاع الإقليمية. وتفصيلا تقول النهار أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد محمد العتيقي ترأس اجتماعا أول أمس مع قيادي المؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة للاطلاع على استعدادات المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني. واستمع العتيقي إلى شرح متكامل عن التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة كذلك لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتأمين سلامة منشآتها والعاملين بها، واستمرار عملياتها لضمان توفير إمدادات الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات زبائن المؤسسة من النفط الخام والمشتقات البترولية. ومن جريدة الجريدة نقرأ لحياة ندعو العراق إلى مباحثات جادة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية. وزير الخارجية ترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الثاني بين دول الخليج وآسيا الوسطى. طالب العراق بالالتزام باتفاقية وتنظيم الملاحة العربية في خور عبد الله. نذهب إلى جريدة الوسط وفيها نطالع الكويت تعاطف وتضامن مع الأشقاء في سلطنة عمان. وتفصيلا أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي مما أدى إلى وفاة 12 شخصا وفقدان آخرين. وتؤكد دولة الكويت وقوفها إلى جانب الأشقاء في عمان لتخطي الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الأزمة، كما تتقدم بخالص تعزيها إلى سلطنة عمان حكومة وشعبا بسقوط الضحايا. نختم جولتنا في الصحف المحلية من صحيفة السياسة ونقرأ خبرا حول تحذير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية من روابط الشكاوى الاحتيالية وبصفة خاصة الروابط المروجة. ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى تجنب زيارة أي رابط إلكتروني تجده عبر محركات البحث ويدعي استقبال شكاوى إلكترونية باسم أي من الجهات الحكومية. مشاهدينا الكرام منشط الصحافة مستمر ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد وقراءة تحليلية في أبرز منشطات الصحف العربية والعالمية، والبداية من شبكة CNN في نسختها الإنجليزية والتي عنونت الهجوم الإيراني دفع إسرائيل إلى تأجيل خططها بشأن هجوم بري على رفح. وذكرت شبكة نقلا عن مصدرين إسرائيليين أن تل أبيب كانت بصدد اتخاذ أولى خطواتها نحو شن هجوم بري على رفح بجنوب قطاع غزة هذا الأسبوع، لكنها أرجأت تلك الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه الرد على الهجوم الإيراني الأخير. أستاذ جاسم، كيف تقرؤون هذه المعلومة التي تشير إلى أن هجوم إيران تسبب في إيقاف الهجوم على رفح؟ نعم، هنا بداية أود التأكيد حقيقة على أن الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني لا علاقة له بنصرة الفلسطينيين. التدابير الإيرانية لها حساباتها الخاصة ولها مصالحها الخاصة، وهي جاءت على خلفية الاعتداء على قنصليتها في دمشق، وبالتالي هي ردة فعل إيرانية تجاه أفعال الكيان الصهيوني وليس نصر الفلسطينيين. هذا ابتداء. الشيء الآخر، نعم، الكيان الصهيوني ربما استخدم هذا الهجوم الإيراني كذريعة للقول بأن خططه نحو اجتياح رفح أو الهجوم على رفح تأجل. الهجوم على رفح يواجه يعني رفض أمريكي ابتداء، يواجه تحفظ ورفض مصري وأردني، وفي تصوري أو كل المراقبين طبعا يجمعون على أن نتنياهو في المرحلة الحالية يشاور الشركاء ثم الحلفاء. الشركاء هنا المعني بهم من خارج الكيان الصهيوني الولايات المتحدة، مصر، الأردن، ودول المنظومة الإقليمية، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هو يعني يهمه كثيرا أن يأخذ
رأي هؤلاء في أي خطوة لاحقة يفعلها. الحلفاء هم شركائه في الحكومة اليمينية، اللي يقصد اليمين المتطرف. هو حاليا لا يأبى حقيقة لرأي اليمين المتطرف، وإن كان هو من ضمن اليمين المتطرف، ولكن هناك من أكثر تطرفا منه. هو يؤمن بأن هذا اليمين المتطرف لن يستطيع الدخول في أي حكومة أخرى، وبالتالي ليس له خيار أو بديل آخر إلا حكومة نتنياهو. نتنياهو لديه بدائل أخرى، هو ربما قادر على التحالف مع زعيم المعارضة لبيد، ربما قادر على إدخال شخصيات في اليمين الوسط، وبالتالي الاستغناء عن هذا اليمين المتطرف. الآن نتكلم أن نتنياهو حقيقة يستخدم ورقة رفح للتفاوض مع الولايات المتحدة ابتداء، ومع المنظومة الإقليمية. وفي تصوري أن التهديد أو التلويح باجتياح رفح ربما من منطلق عامل ضغط على حماس للوصول إلى يعني تفاهمات، أو أن تتنازل حماس عن تعنتها في مسألة الاشتراطات التي تضعها على الجانب الصهيوني في هذا المجال. نعم. نعم. الشرق الأوسط نقرأ فيها إسرائيل تتعهد بمواصلة حربها في غزة بعد الهجوم الإيراني. شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة خلال الليل وفق ما أعلنت حركة حماس الاثنين، في حين أكدت الدولة العبرية أن الهجوم الإيراني الذي تعرضت له في نهاية الأسبوع وأثار مخاوف من تصعيد إقليمي لن يصرف اهتمامها عن الحرب التي تخوضها في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقالت وزارة الصحة في غزة الاثنين أن 33,797 فلسطينيا على الأقل قتلوا، وأصيب 76,465 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. هذا التعهد من الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الحرب بعد الهجوم الإيراني كما نرى، ما دلالته برأيك؟ نعم، يعني أعود لأكرر بأن هذا الربط يعني في المفهوم السياسي يفترض أن لا يكون هناك رابط بين الهجوم الإيراني وبين الحرب في غزة. بالتأكيد الكيان الصهيوني يعني يريد أن يستفيد من كل خطوة تخطوها يعني أولا لتخفيف الضغط الدبلوماسي والسياسي والإعلامي عنه من جهة، ومن جهة أخرى يريد بهذا الربط بين الهجوم الإيراني وبين الحرب في غزة تصوير الأمر على أنه يخوض حربا دفاعية ضد قوة معزولة دوليا بحسب المفهوم الغربي، وبالتالي هو يتصدى لهذه القوى الدولية التي تريد القضاء عليه. وبالتالي أنا في تصوري أن دلالات الربط مرتبطة بهذا الاتجاه. نعم. ننتقل إلى القدس العربية. تساءلت في افتتاحيتها هل سيغير هجوم إيران على إسرائيل المنطقة، وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإيراني أعاد زخم الدعم الغربي لإسرائيل، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الفلسطينيين سواء في غزة التي دخلت أمس اليوم 190 من الإبادة الجماعية الجارية، أو في الضفة الغربية التي أيضا تعاني من تصاعد كوابيس التطهير العرقي من المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال وحكومتها العنصرية. وتضيف معلومة تاريخيا أن حكومة إسرائيل السابقة والحالية أيضا لا يمكن أن تتوقف عن الحرب إلا إذا فرض عليها ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فهل يكون احتمال التصعيد الخطير الذي قد ينفتح على وضع يمكن أن يحرق المنطقة بأكملها، دافعا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض وقف حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن امتنع حتى الآن رغم انغماس إسرائيل في إبادة الفلسطينيين من هذا القرار؟ يعني الهجوم الإيراني أعاد زخم الدعم الغربي لإسرائيل، وهو يعني ما يمكن أن ينعكس سلبا على الفلسطينيين. برأيك أستاذ جاسم، يعني ما تعليقك؟
نعم، يعني بحسب المراقبين الصحافة العبرية حقيقة احتفت بهذا الهجوم الإيراني، اعتبرت أن تحقق كثير من المكاسب للكيان الصهيوني، وبالتالي هذا الاحتفاء في تصوري يعني له دلالة واضحة بأن الهجوم كان يعني له صدى ايجابي على الكيان الصهيوني. ابرزه ان يعني ان دوله الاحتلال القويه وان ايران ضعيفه. هو ايضا وجه انظار الاعلام الى هذا الهجوم، وارتاحت نوعا ما يعني دولة الاحتلال من الملاحقات الإعلامية المستمرة للاعتداءات على الفلسطينيين في غزة، وبالتالي يعني نستطيع القول بأن الكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان افتعال أزمات خارج إطار حربه على غزة لسحب الإعلام الغربي إليها وتركيز أنظاره باتجاهها وتخفيف حقيقة يعني حدة الأنظار على الواقع الغزاوي. نعم. إلى عكاظ السعودية نطالع فيها 5 سيناريوهات إسرائيلية للرد على إيران. يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن رد تل أبيب على طهران أمر شبه محتم، ولكنه عملية محفوفة بالمخاطر يمكن أن تتفاقم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. ويرى محللون أن هنالك 5 سيناريوهات قد تلجأ إليها إسرائيل للرد، منها الأول الرد بالمثل أي بمسيرات لكن بشرط موافقة أمريكا. الثاني تشن إسرائيل هجمات بصواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات تحلق فوق البحر المتوسط. الثالث استهداف قادة كبار في الحرس الثوري عبر شبكة عملاء من الموساد في الداخل الإيراني. الرابع استخدام إسرائيل هجمات سبرانية في إيران لتعطيل دفاعاتها قبل هجوم جوي متوقع. الخامس مهاجمة منشآت إيران النووية. أي من هذه السيناريوهات برأيك أقرب للتطبيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، ابتداء الكيان الصهيوني سيستثمر في هذا الهجوم الإيراني كل ما يستطيع لجني مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي. السيناريوهات المطروحة ال5 كلها واردة حقيقة، ولكن المرجح اليوم راح في اجتماع مجلس حرب الحكومة المصغرة حكومة الحرب الصهيونية، وبالتالي ربما يتخذ قرار بحسب وزير الدفاع وبحسب رئيس الأركان. هناك خطط معدة من قبل 2 للتعامل مع أي هجوم إيراني، وبالتالي هناك يعني خطط في هذا الاتجاه. ربما أنا أقول ربما يعني سيتخذ قرار بالهجوم على بعض محطات الطاقة النووية، خاصة تلك التي كانت خارج إطار الرقابة الدولية في ال6 أو 7 سنوات الماضية. هذه هي الأهم حقيقة، وهذا ما يتخوف منه حتى وكالة الطاقة النووية وفي الأمم المتحدة يتخوفون من هجوم يطال المنشآت النووية التي لا يعرف حجم ما تنتجه إيران فيها، وبالتالي هم يتخوفون من النتائج، لا يتخوفون من الهجوم. هم يريدون الهجوم ولكن يتخوفون من النتائج لأنه ليس لديهم معلومات واضحة عن حجم المواد المشعة الموجودة في هذه المحطات ومدى انتشار نطاقها حقيقة. الآن أنا لا أستبعد مطلقا السيناريو الثالث، وهو قيام قوات الاحتلال باستهداف يعني باستمرار استهداف القادة الإيرانيين. هذا أنا في تصوري أنه سيكون عمل متواصل. اليوم كان هناك خبر عن اعتقال صهيوني أظن في ماليزيا محمل أو مدجج بالأسلحة، في تصوري أن هذا ضمن مخطط صهيوني لاستهداف يعني القادة الإيرانيون أينما وجدوا. في تصوري أن الكيان الصهيوني لن يتوقف عن هذا الفعل. نعم. نعم.
إلى الغد الأردني. عنونت حماس هدف جرائم المستوطنين المنظمة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن حركة حماس اعتبرت أن إحراق سيارة فلسطينية في قرية بيتين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة من قبل 2 من المستوطنين الإسرائيليين تحت حراسة الجيش هجمات منظمة بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى تصعيد اشتباكهم مع جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا. إلى البيان الإماراتية نطالع فيها عام على الصراع في السودان، جوع وفرار وسيناريوهات قاتمة للمستقبل. تقول الصحيفة أن السودان دخل نفق الحرب المظلم قبل عام، وحتى اللحظة لا توجد بارقة أمل تخرجه من غيابه، ما يشي بمستقبل قاتم في ظل حالة من الفوضى والنزوح الذي يعد الأكبر في العالم. فقد التهمت نيران الحرب الأخضر واليابس ولم يصل طرفها بعد إلى الإرادة الكافية لإيقافها، مما زاد من رقعة تمددها لتصل إلى ولايات لم تشهد نزاعات مسلحة من قبل، وحصدت آلتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها الملايين الذين فروا من بين لاجئ بدول الجوار ونازح تتقاذفهم الظروف القاسية. أستاذ جاسم، مرور عام كامل صحيح على الصراع في السودان ولا حل في الأفق كما ترى، كيف السبيل إلى إيجاد توافق بين الأطراف المتصارعة برأيك؟ نعم، في الحالة السودانية حقيقة أنا مقتنع بأنها لن تنتهي إلا بأحد احتمالين. الأول أن يقضي طرف منهما على الطرف الآخر، أن يقضي حميدتي على برهان أو البرهان على حميدتي، غير هذا لا يوجد حل. الاحتمال الآخر حقيقة الذي يعني أقرأه بروز حالة يعني شبيهة بالحالة الطالبانية في أفغانستان، بمعنى بروز قوة ثالثة تكون قادرة على الفصل بين المتقاتلين وإنهاء وجودهما بالمطلق، كما فعلت طالبان مع أمراء الحرب الأفغانية. قضت على جميع من كانوا يتقاتلون في تسعينيات القرن الماضي وامتلكت زمام المبادرة. الحالة السودانية في تصوري لن تنتهي كما قلت إلا بأحد هذين الاحتمالين، برهان على حميدتي، حميدتي على برهان، أو قوة ثالثة تقضي على حميدتي مع البرهان، كليهما. نعم. الأيام البحرينية نقرأ فيها 88 تهمة ب4 محاكمات جنائية تنتظر ترامب. تقول الصحيفة أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك التي قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية. وسيمثل ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكل سابقة لرئيس أمريكي سابق. يعني هل يمكن أن ينجو ترامب من المحاكمة ويعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض رئيسا؟ المتوقع أن تطول مدة المحاكمة. في تصور ترامب كما أعلن هو لا يتخوف من المحاكمة بحد ذاته، وإنما يتخوف من نتائج ما ستسفر عنه هذه المحاكمة، بمعنى أن الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي هو يتخوف من أن تؤدي هذه إلى خسارته لعدد من الأصوات التي تؤهله إلى الوصول إلى البيت الأبيض مجددا. ربما تطول مدة المحاكمة إلى سنة أو سنتين مقبلتين، ربما ينتخب ترامب كرئيس الولايات المتحدة ويحكم عليه. الحكم على ترامب سوف لن يعني يعطل إجراءات تنصيبه رئيسا إن فاز في الانتخابات، لكن كما قلت هو يتخوف من أن تؤدي هذه المحاكمة إلى خسارته للأصوات التي يتوقع أن يحصدها، باعتبار أن المدعي العام القائم بهذه القضية هو مدعي عام ديمقراطي، وهو يستخدم هذه الصفة ترامب في حملته
الانتخابية بزعم أن هناك ملاحقة سياسية له من قبل هذا المدعي لجني أصوات معينة. ولكن كما قلت هناك أيضا تخوف من أن كثير من الأصوات ربما يعني تؤشر بعلامة استفهام كبرى على تهربه الضريبي وعلى محاولة إخفائه أسرار تتعلق بحياته الشخصية. نعم. إلى الجارديان البريطانية عنونت أنه الموت. هناك الأطفال والرضع هم الأكثر تضررا مع إحكام المجاعة قبضتها على غزة. وتقول الصحيفة حتى لو انتهت الحرب في غزة غدا فإن ذلك لن يساعد بعض الأطفال الأراضي الفلسطينية، فلقد أودى الجوع وسوء التغذية بحياة ما يقدر بنحو 27 طفلا. وبالنسبة لكثيرين آخرين ربما يكون الوقت قد فات لعكس الخسائر الفادحة التي تلحقها المجاعة بالأجساد الصغيرة لهؤلاء الأطفال. ننتقل مشاهدينا إلى ما قال اليوم ولكن بعد هذا الفاصل. إلى مقال اليوم من صحيفة القدس العربي للكاتب الدكتور الشفيع خضر سعيد بعنوان عاما كاملا والسودان ينزف دما. ويقول الكاتب: كتب الكثير عن حرب السودان وامتلأت الصحائف بالتحليلات والاستنتاجات والتقييمات، وأيضا بينما الحرب تمد لسانها إلى الجميع وتواصل قتل السودانيين وتدمير بنيات البلاد الأساسية بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث من حيث البشاعة والتمثيل بأجساد المواطنين وخاصة النساء. يضيف الكاتب: كثيرا ما تمر على المرء خاطرة وكأن الحرب شنت من أي طرف كان انتقاما من الشعب السوداني على احتجاجاته وانتصار انتفاضاته ضد الظلم ومن أجل مستقبل الحرية والسلام والعدالة، وأن قادة الحرب وممسكي زمامها لا يملكون أدنى ذرة تعاطف مع الإنسان السوداني. ويتابع الكاتب: لقد كان واضحا منذ العام 2019 أن الحرب آتية لا ريب فيها، ووحده قصير النظر هو الذي يندهش لانفجارها، فالبلاد آنذاك أصيبت بحالة من السيولة السياسية بسبب ما تمكن من النخب السياسية والعسكرية وانقسام وتوهان وعدم الاعتراف المتبادل، وهو وضع ولغت فيها النخب حد ارتكاب جريمة الحرب في حق الوطن، والجريمة تستوجب المساءلة وأعمال العدالة. الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم من صحيفة الشرق الأوسط، وفيه نرى حال واشنطن بين الرد الإيراني والاحتلال الإسرائيلي. تعليقك أستاذ جاسم على الكاريكاتير؟ نعم، حقيقة الولايات المتحدة تقف يعني في المنتصف حاليا. هي لا تريد تصعيد يعني يفضي إلى خسائر لها في المنطقة، وأيضا هي لا تريد يعني انتصار للجانب الإيراني على الجانب الصهيوني في هذا الاتجاه، وبالتالي هي تقف يعني في حالة من التوازن أو تمسك العصا من المنتصف بحيث لا تفنى الغنم، لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم في تصوري هذا النهج الأمريكي في هذه المرحلة يعني. نعم. الكاتب الصحفي جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، تسلمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، في أمان الله.